النهاردة كده هقدم معاكم أفكار للفطار والعشاء. زي ما اتعودنا مع بعض إن احنا بنحاول نسهل كل حاجة علينا، وبنعمل وصفات سهلة وسريعة، وخاصة احنا في الدراسة أو بمعنى صح في الامتحانات، فكل الوصفات دي هتنفعك فطار سريع أو عشاء سريع للأولاد. هقدمها لكم بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة، وهقولك على كل التكات. أهم حاجة كده ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. واول وصفة معايا النهاردة هي القراقيش. كيلو القراقيش عامل في الفرن النهاردة 20 جنيه. اكيد غالي، لو احنا اسرة كده كبيرة مش هيقضينا النص كيلو يا دوبك فطار وعشاء. قررت كده اعمله بطريقة سهلة وبسيطة في البيت علشان اوفر، وفي نفس الوقت ابقى ضامنة نظافة الحاجة اللي انا عاملاها لولادي. زي ما اتعودنا هتلاقوا لينك الوصفات دي في صندوق الوصف. هقول لكم الوصفة على السريع. اول حاجة كده عندي كوباية من اللبن يكون دافي، وعليها كده كوباية من السمنة على زيت، نص كوباية سكر، معلقة كبيرة كده من الخميرة الفورية، ورشة كده من الملح هضيفه على الدقيق. وببدأ كده اضيف نص كيلو من الدقيق واعجن كويس جدا 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 جدا. اهم حاجة العجن. وبعد ما اسيب العجينة طبعا ترتاح، ما بسيبهاش تتخمر، هسيبها ترتاح دقيقتين، وابدأ اقطعها كور وبعدين الفها رول، وابدأ ابطط الرول وابدأ كده اقطعه بالسكينة. لو مش عندك سكينة بقطعت المخلل، لو مش عندك قطعت المخلل هتبقى برضو بالعجلة كده بتاعت البيتزا. اي حاجة عندك ينفع يتقطع بيها قطعي، عايزة كبير صغير طويل رفيع اعملي زي ما انت عايزة. وبكده هنبدأ نرص في الصاج، وما بنتهنش الصاج اي حاجة لان القراقيش مليانة سمنة زي ما انتوا شايفينه. وبندخلها على درجة حرارة عالية، واول ما تبدأ تاخد لون معايا ببدأ اوطي كده الفرن. تاني حاجة كده من الحاجات اللي انا بعشقها وبحبها هي دنش الافران. دنش الافران من الحاجات اللي كده تتحب، وكده اسهل فطار ممكن كده نفطر بيه الصبح، وألذ واروع حاجة ممكن ناكلها اول ما نصحى او قبل ما ننام، وخاصة لو عندنا ولاد في الدراسة ده احلى فطار ليهم. تعالي كده اقولك على المقادير، بس قبل ما اقولك على المقادير عايزة اقولك الشريك قصدي الدنش كان تحفة، هاش ومورق وطبقات كده مورقة معايا. عايزة اقولك ما خدش وقت في التخمير، ما خدش وقت في التسوية، مظبوط. يعني لو مشيت بنفس الطريقة ونفس المقادير هتبقى استاذة. اول حاجة كده عندي في المقادير، عندي كده كوباية من اللبن. اهم حاجة اللبن يبقى دافي، او بمعنى اصح يعني سخن شوية، وعليهم كده كوباية من المية، وعليهم نص كوباية من السكر، وبيضتين، ومعلقة كده كبيرة من الخميرة الفورية. وهبدأ اقلب كويس جدا جدا. وبعد ما اقلب كده هبدأ اضيف كيلو من الدقيق. المقادير دي لكيلو من الدقيق. هضيف على الدقيق معلقة كده كبيرة من كيك شيف، ومعلقة كده صغيرة من الملح. وبعدين هبدأ اعجن كويس جدا 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 لحد ما العجينة تتخدم معايا كويس وتفضل كده تحسوها كده زي الملبن. وهسيب العجينة لحد ما تختمر، وبعدين هبدأ اعمل طبقات كور صغيرة، وبعدين هعملها طبقات، يعني بين كل طبقة وطبقة هضيف زبدة، وبعدين كده اسيبها ترتاح في التلاجة، واعمل افردها واعملها رول واحشيها. وبعدين هبدأ اشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وادهنها بيض ولبن وادخلها الفرن. زي ما قلت لكم هتلاقوا الوصفة بالتفاصيل في صندوق الوصف. اهم حاجة يا جماعة تطبقوها زي ما بقول بالظبط. تالت وصفة وهي المحببة لقلبي. كلنا كده كبار وصغيرين بنحب الفطير المشلتت، وخاصة بالذات لو معمول من واحدة صعيدية. يعني انا زي ما انتوا عارفين ان انا من الصعيد، والصعيد دايما متمكنين في حاجات معينة زي الويكة، زي مثلا الفطير المشلتت، ليهم حاجاتهم وكل اكلة وليها ناسها. عملت كده كيلو دقيق عمل معايا 3 فطيرات كبار. الفطيرة حلوة ومورقة وفيها لحم كتير، وعايزة اقول لكم طعمها خطير جدا زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مش لازقة معايا، في طبقات، يعني طبقات تحفة ورقيقة جدا، طعمها حلو. تحفة. اي واحدة كده ما بتعرفش تعمل الفطير بعد ما تسمع الفيديو في ثانية كده هتجري. بس عارفين الاكله دي كان ناقصها ايه؟ كان ناقصها جبنه قديمه، بس في الوقت ده ما كانش عندي. انا بجيب الجبن والعسل والحاجات دي من الصعيد. اول حاجه كده هقولك باختصار ان الفطير المشلتت ملوش مقادير. يعني كيلو الدقيق او نص كيلو الدقيق ملوش مقادير.
غير يا دوبك هنضيف رشة من الملح ونعجن لحد كده ما نحس ان القوام بتاعنا يعني مش طري قوي، بس يعني كده متوسط، يعني اللي هو العجينة كده تخينة، ولا هي مثلا العجينة كده تقيلة في نفسها. وبعدين كده تسيبيها ترتاح، وبعدين تجيبي العجينة وتقسميها وتبططيها، تفرديها بالمردنة او بالنشابة، وبعدين تضيفي الزبدة، وبعدين تبدأي كده تلفيها رول، وترجعي تلفي الرول تاني زي الشريك، وتبدأي كده تسيبيه لحد ما يرتاح ويتبطط. زي ما قلت لكم هتلاقوا الوصفة بالتفاصيل، يعني هتلاقوا كل وصفة انا قلتها بالتفصيل الممل في صندوق الوصف. ادخلي على اللينك كده وشوفي الوصفة، هتعجبك وهتعرفي تطبقيها بكل سهولة. انا مش قادرة اشرح لكم كويس جدا، لان زي ما انتوا عارفين لو فضلت اشرح كل وصفة بالتفاصيل الفيديو بتاعي هيبقى طويل جدا وقد يصل الى 10 دقايق. كلنا كده كبار وصغيرين البسكوت العجوة ده بيفكرنا ببسكوت المدارس. انا كده واحدة من الناس بتعشق البسكوت العجوة، وخاصة اي واحدة عندها اطفال البسكوت ده يعجبها جدا. يعني ممكن بنتك بتصرخ، ابنك بيصرخ، اديله بسكوتة لحد ما تحضري كده العشاء. عاملاه كده بمقادير سهلة، مقادير بسيطة، مقادير موجودة في كل بيت، ما كلفنيش حاجة والله. اول حاجة مقادير عبارة عن 4 كوبايات ونص من الدقيق، كوباية زيت، نص كوباية مية، بيضتين، 5 أو 6 معالق كده من السكر. ايه تاني يا ايمي؟ استخدمت برضو معلقتين كده من لبن البودرة، ومعلقتين من النشا. ضربت كل المواد السائلة في الخلاط، وبعدين ضفت المواد الجافة، وسبت العجينة كده ترتاح دقيقتين، وبدأت اشكلها زي ما انتوا شايفين. ممكن تحشيها ملبن، ممكن تسيبيها سادة، اي حشوة عندك احشيها. طبعا لو احنا عندنا العجوة والعجوة متماسكة في بعضها هنعمل ايه؟ هنجيب العجوة بتاعتنا نضيف عليها كده معلقة من الزيت، او معلقة من السمنة، او معلقة من الزبدة على النار، ونفضل نقلبها كده لحد ما العجوة بتاعتنا تفك. مفيش اسهل ولا اطعم من البسكوت ده. زي ما انتوا شايفين شكلته بكل سهولة، طريقته سهلة وطريقته بسيطة، وكل المقادير موجودة في كل بيت، وهتقدري كده تتحكمي في حجم البسكوتية زي ما انت عايزة. واخد نفس الشكل بتاع البسكوت اللي بره، وطعمه تحفة ومش مختلف تماما عن البسكوت اللي بنشتريه. العبي زي ما انت عايزه، عندك المقدار وزي ما انت عايزه تشكلي شكلي. اول حاجه كده بجيب قطعه من العجينه وببدا افردها كويس. اهم حاجه تفرديها سمك رفيع، ما تبقاش تخينه، علشان لما نلف رول ما تبقاش كده مكلكعه كده، وما نحسش بطعم العجوه، وما نحسش كده غير ان احنا بناكل حاجه تقيله. وبعد كده اما بططت الفطيره معايا، او بمعنى اصح العجينه، بدات كده اسويها، وكنت جايبه عندي العجوه ولفها رول كده، وهبدأ كده ألف عليها العجينة زي ما انت عايزة تكتري عجوة، عايزة تضيفي ملبن، أي حاجة عندك ضيفيها. وطبعا زي ما انت عايزة يبقى فيها مثلا عجين كتير، أو معنى أصح يعني عايزة البسكوت يبقى أكتر من العجوة، ابدأي كده لفي رول زي ما انت عايزة العجوة أكتر، قليلي كده اللفة. وابدأي كده، أهم حاجة في الوصفة دي التقفيل، علشان العجوة متخرجش معاكي وتتحرق على النار. وانتوا عارفين طبعا لو اتحرقت ده بيبقى طعمها وحش. جبت كده الشوكة وبدأت اسحب كده، اسحب علشان ادي الشكل اللي احنا بنشوفه بره. وبدأت كده اقطع بالقطاعة بتاعت المخلل. يا جماعة قطعت المخلل دي تحفة جدا، وعايزة اقول لكم ان من احلى الحاجات اللي انا اكتشفتها مؤخرا. يعني انا في حاجات اكتشفتها مؤخرا، ادوات في المطبخ عمري ما كنت بستخدمها، وكنت بقول عليها مش كويسة ومش حلوة كده، بس الحمد لله يعني لقيتها لذيذة وزي الفل. مع التجربة والتكرار هنتعلم. تاني حاجة معايا كده عايزة اقول لكم ان احنا مش هندهن الصاج لسمنة ولا زيت، علشان البسكوت ده فيه زيت كتير، احنا حاطين كوباية كده من زيت، فمش هنحتاج نضيف اي حاجة تاني. واهم حاجة التسوية. البسكوت ده بيتسوى على نار هادية علشان ما يتحرقش معاكي، وفي نفس الوقت لو عليت النار هتلاقيه كده اخد لون من غير كده ما يستوي، وهتلاقيه من جوه كده طعمه كده عامل زي العجين. اهم حاجة يا جماعة في البسكوتات، في المعجنات، التسوية. ونسيت اقول لكم ان الفطير المشلتت بيستوي على نار عالية، يعني اعلى نار عندك في الفرن شغليها. طبعا انا مسوية كل الوصفات دي في فرن البوتاجاز. اول حاجة كده شغلت الفرن، وطبعا الحاجة اول ما استوت بعدين بدأت كده اولع الشواية. وطبعا لو عندك
مروحة توزيع ابدأي كده شغليها، هتديكي نتيجة احلى، هتوزع لك الحرارة. ولو ما عندكيش زيي انتبهي كده للشواية، لان كل الحاجات دي بتاخد لون بسرعة. البسكوت ده طلع معايا كمية حلوة جدا. ودايما بحب اقول لكم ان البسكوتات والكيكات بنحفظها في علبة التلاجة. اهم حاجة تبقى العلبة محكومة الغلق، وبتقعد معانا اسبوع واتنين وتلاتة لحد ما تخلص. بس والله ما هتلحقوا، هي اخرها يومين كده وهتلاقوها خلصت من حلاوتها. يا ريت كده اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسينيش في اللايك ويشترك في قناتي ويفعل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انا القناة دي بقدم فيها كل حاجة تخص البيت، سواء روتينات، سواء افكار للفطار والعشاء، سواء كده منيو اكلات الاسبوع اللي اتعودنا كل يوم جمعة كده بقدمه معاكم. يعني افكار كتير، اتمنى انها تعجبكم. زي ما انتوا شفتوا البسكوت تحفة. سيبته كده لحد ما يستوي في الفرن، هو اول ما استوى كده ولعت عليه الشواية. ما خدش معايا دقيقة. ونسيت اقول لكم ان في صاج كده اتحرقت مني، سايت عليا كده وسبتها في الشواية. فعايزه اقول لك يعني البسكوت ده ما بيستحملش لما تولعي الشواية كده، اوعي تمشي من عنده. تالت حاجة كده او اخر حاجة معايا النهاردة عملتها كيكة. كلنا كده كبار وصغيرين، كبار. انا كده واحدة من الناس اللي بتعشق الكيك. الكيك بالنسبة لي فطار تحفة جدا جنب كوباية شاي او كوباية لبن بشاي، بتبقى كده حاجة خطيرة. تعالوا كده اقول لكم مقادير الكيكة اللي عمري ما هغيرها. اول حاجة كده ما عندي كوباية من اللبن، كوباية ونص من السكر، ربع كوباية كده من الزبدة او ممكن تستبدليها بنص كوباية من الزيت، 5 بيضات للسج الكبير او ممكن تستخدمي 4، ولو عندي ساج صغير ساعات بستخدم بيضتين. تالت حاجة كده عندي الفانيليا، طبعا لازم نحط فانيليا، والفانيليا السايلة بتدينا طعم احلى وريحة تحفة جدا. هضرب كل المواد السائلة في الخلاط، وبعد ما تتضرب كويس جدا جدا هنزل كده بالخليط في بولة، وهبدأ اضيف عليه 2.5 كوباية من الدقيق. وممكن الوصفة بتاعتك تحتاج ل3 كوبايات الا ربع من الدقيق على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا هنا مستخدمة دقيق الضحى. ببدأ كده اشيل الكيك في علب التلاجة واحفظها، بتقعد معايا من اسبوع لاسبوع. بدخل الكيك على درجة حرارة عالية، واول كده ما تبدأ ترتفع معاها ببدأ اهدي النار، وما بفتحش الشواية على الكيك وبتطلع كده. يا رب كده اكون افدتكم في الفيديو، وما تنسونيش في اللايك.